بيبدأ مسلسلنا مع سو اللي بتنفصل عن سانج حبيبها من المدرسة، وبيكونوا هما الاتنين واقفين تحت المطر وزعلانين انهم هيسيبوا بعض، ولكن مش بنعرف ايه السبب اللي خلاهم ينفصلوا. ومن بعد اللحظة دي بتعدي 6 سنين وبيكونوا كبروا واتخرجوا وكل واحد فيهم بيشتغل وليه حياة شكل. وسو بتكون شغالة مراسلة اخبار في قناة مشهورة جدا، وبتحاول انها تغطي حدث مهم مع زميلها فو، وبتفتكر كلام مديرتها لما قالت لها ان ظروف شغلهم صعبة ولو ما قدرتش تتعود عليها هتنهي مسيرتها قبل ما تبدا. وسو بتلاقي بعدها عربيه مقلوبه في الطريق، فبتطلب من زميلها فو يبلغ الشرطه والاسعاف، وبتحاول تطلع بنفسها وتفتح العربيه علشان تساعد الناس الموجودين فيها. ولما بيسالها فو اذا كانوا هيغطوا خبر الحادثه، سو بتقول له ان حياه الناس دلوقتي اهم من اي شغل، وبتنجح انها تفتح العربيه وتخرج منها الناس. وبعدين بترجع على بيتها وبنعرف انها مقيمه في سكن على قد حاله، وعايش معاها راجل مع مراته وابنه وشخص كمان اسمه بانج. وسول انها بنت لوحدها وسطهم بتكون دايما خايفة على نفسها ومش مرتاحة في المكان، ولكن مضطرة انها تستحمل. وبتكلمها صاحبتها شياو اللي بتعرفها ان في مطعم جديد فتح، وصاحبه بيقولوا انه شاب وسيم جدا وكمان ابن عيلة كويسة، وبتبقى عايزة سو تروح معاه على المطعم علشان يتعرفوا على الشاب ده ويتكلموا معاه، خصوصا يعني انها طول الوقت بتشتغل ومش بترتاح ومش مديها فرصة لنفسها تعيش حياتها. وبعد الحاح كبير من شياو، سو بتوافق اخيرا، وقبل ما بتروح مع شياو بتحاول انها ترتاح شوية، بس بتتخيل ان حد من اللي معاها في السكن بيهجم عليها، وساعتها بتقوم من نومها مرعوبة وبتجهز نفسها. بعدين بتروح تقابل صاحبتها شياو اللي بتفضل طول الطريق ملهاش سيرة غير عن صاحب المطعم. ولما بيوصلوا شياو بتقول لسو انها عرفت ان صاحب المطعم يبقى زميل صاحبها سانج من المدرسة، وبتسألها لو كانت لسه بتتواصل مع سانج او تعرف عنه حاجة، ولكن سو مش بتجاوب، وبيبان انها زعلت لما افتكرت سانج. وشياو بعدها بتشوف صاحب المطعم اخيرا، واللي اول ما سو بتشوفه بتتصدم لانه بيطلع هو نفسه سانج، فبتبقى عايزه تمشي بسرعه قبل ما يشوفها، ولكن من حظها ان الوتر بيخبط فيها وبيوقع عصير على هدومها، فسانج بياخد باله منها، وعلى طول سو بتحاول تخبي نفسها وبتدخل الحمام تغسل هدومها. ولما بتخرج بتلاقي سانج في وشها وبيديلها الجاكيت بتاعه علشان تلبسه بدل هدومها اللي اتبلت، وكمان يعتذر لها على الغلط اللي عمله الويتر. والغريب انه بيتصرف ولا كانه يعرفها، فسو بتخمن انه نساها او ما قدرش يتعرف عليها، فبتقول له ان مفيش داعي للجاكيت وبترجعه له. فساعتها سانج بيفتكر انها قرفانه تلبس الجاكيت بتاعه، فبيتضايق من تصرفها وبيقول لها ان حسابها هي وصاحبتها على مطعمه المره دي، وبيسيبها وبيمشي. فبتخرج سو مع شياو بعد ما بيخلصوا سهرتهم، وبتفضل سو طول الطريق مش بتفكر غير في سانج، وبتقعد تسال نفسها لو ما كانتش انفصلت عنه ايام المدرسه وكانت شجعته واتمسكت باحلامها كانت حياتها هتبقى عامله ازاي. فبتروح وهي زعلانه وعماله تفتكر ذكرياتها مع سانج. وتاني يوم بترجع تروح على مطعمه وبتسال مسؤول هناك لو كان لقوا اسوره وقعت منهم مكان ما كانوا قاعدين، فالمسؤول بيقول لها انهم ما لقوش حاجه ولكن هيبقوا يدوروا. وساعتها سانج بيروح لهم وبيطلب من المسؤول يبداوا يدوروا فورا علشان ما يعطلش الزبونه بتاعتهم. فالمسؤول بيدور على الاسوره وبيلاقيها وبيرجعها لسو، وسو بتعتذر لانها تعبتهم معاها وبتقول لهم ان الاسوره لحد غالي عليها فكانت لازم تلاقيها. ولما بترجع على بيتها بتلاقي الراجل المتجوز اللي معاها في الشقه بيدخل اوضتها بالغصب وبيستغل غياب مراته وابنه عن البيت وبيهجم على سو، وعلشان يخوفها اكتر بيقول لها انه حاطط كاميرا في اوضتها. بس من حظ سو ان بانج زميلهم التاني في السكن بينقذها من الراجل ده وبيضربه، وسو بتروح للشرطه وبيقبضوا على الشخص اللي اتهجم عليها. والظابط بيطمن سو انهم فتشوا المكان كويس وما لقوش اي كاميرات، وبيعرض عليها يبعت شرطي معاها لو لسه قلقانه، ولكن سو بتقول له انه مفيش داعي، وبتخرج من القسم وبتروح لبيت شياو علشان ترجع لها اسورتها. ولكن في الحقيقه هي خايفه ترجع لبيتها وتبقى لوحدها، فبتروح تبات عند شياو وعيلتها علشان تحس بامان، وبتفتكر زمان لما اتعرضت لحادثه شبه اللي حصلت معاها في السكن، وكمان بتفتكر مامتها اللي اتخلت عنها وسابتها وهي محتاجاها وكانت بتتمنى ما تسيبهاش. وتاني يوم بتروح سو على شغلها وبتلاقي ان في احتفال وتكريم معمول ليها بسبب شجاعتها لما انقذت الركاب من العربيه، وبيقعدوا يسالوها ازاي عملت كده، فسو بتقول لهم انها ما فكرتش كتير واتصرفت بتلقائيه على طول. فبيبقى كل زمايلها فرحانين وفخورين بيها، وبتطلب منها مديرتها تجهز نفسها علشان هيروحوا في مهمه مع الفريق، وبيكون سو مطلوب منها تغطي احتفالات الناس في راس السنه وتعمل مقابلات معاهم. وفي الطريق بقى بيقعد زمايلها يتكلموا عن قانون اسمه قانون مورفي، وبيقولوا ان القانون بيقول ان كل ما الانسان زادت رغبته في حاجه كل ما احتمال انه يفوز بالحاجه دي بتزيد. وطبعا سو مش بيجي في بالها غير سانج وهي بتسمع القانون ده، والقانون بيشتغل وبالصدفه بيعدي سانج من جنبها وسو بتشوفه، فبتقعد تراقبه من بعيد وبيبقى
وبيبقى سانج خارج مع اخته جياو وبيكلم اخوهم التالت تشي فيديو كول، وسو بتبقى عايزه تبعت رساله لسانج علشان تهنيه بالسنه الجديده وتساله اذا كان فاكر لسه هي مين، ولكن بترجع في كلامها قبل ما تبعت وبتمسح كل حاجه وبترجع على شغلها، وسانج بياخد باله منها فبيعدي من جنبها وبيتمنى لها سنه سعيده وبيسيبها وبيمشي. وبعدها سو بتفتكر اول يوم اتنقلت فيه على مدرسه سانج وكان باباها هو اللي بيوصلها، وساعتها كانت مبسوطه ومتحمسه وبتحب الحياه، واول حد اتكلمت معاه كان سانج، وده بعد ما سالته على مكان فصلها وهو من تناكته وصف لها جزء بس من الطريق علشان تعرف هي الباقي لوحدها، وقال لها وقتها انه مش مسؤول يفهمها كل حاجه وكل الغلاسه دي علشان بس سو افتكرت انه اكبر منها، ولكنها بعدين بتكتشف انه قدها ومعاها في نفس الفصل كمان، ولان هما الاتنين بيدخلوا الحصه متاخر المدرس بتاعهم بيفتكرهم جايين سوا، فسو بتقول على طول انهم ما يعرفوش بعض اصلا لانها بتتكسف جدا قدام الفصل. ولما المدرس بيسال سانج ليه اتاخر هو كمان، الاستاذ بيستظرف وبيقول له ان بابا كان فاكره لسه في اعدادي فوصله المدرسه غلط، وساعتها الفصل بيقلب صريخ ضحك وسو هي كمان بتضحك وبتبدا تعجب بسانج وبشخصيته. وبعد ما سو بتخلص ذكرياتها بتروح لها شياو على مكان شغلها وبتطلب منها يروحوا يسهروا سوا في مكان عامل حاجات حلوه جدا علشان راس السنه، ولكن سو بتقول لها انها تعبانه جدا ومش هتقدر تروح في اي مكان، فبتسمعها مديرتها وبتنصحها انها تخرج وتعيش حياتها لانها لسه صغيره، وبتقول لها انها ما ينفعش تفضل قافله على نفسها ومش سامحه لحد يقرب منها، وبتسمح لها انها تسيب الشغل لانها عملت اللي عليها وزياده علشان تخرج، ولكن برغم ده سو مش بترضى تخرج وبترجع على بيتها علشان تنام، وشياو بتروح تسهر لوحدها وبتقابل زميل لهم من المدرسه اسمه هاو وبتعرف منه ان سانج هو كمان موجود في المكان، ولما بتشوفه بتعرف ان هو نفسه سانج اللي كانت سو بتحبه من ايام المدرسه، فعلى طول بتكلم سو علشان تقول لها وتسالها اذا كانت عرفته من اول ما شافته وما رضتش تقول لها ولا لا، وبتطلب منها تجيلها ولكن سو مش بترضى وبتروح تكمل نوم. وتاني يوم بتروح سو تقابل صاحبه ليها اسمها لين، ولين بتكون انفصلت عن حبيبها فعرضت اوضه من شقتها للايجار، ولانها بتخاف من الناس الغريبه ما لقتش احسن من سو تعرض عليها تسكن معاها، وطبعا سو بتلاقيها فرصه كويسه علشان اخيرا هتعيش في مكان وهي حاسه فيه بالامان، ورغم انها بتكون قلقانه هتدبر فلوس الايجار ازاي، ولكن بتقول لنفسها ان اهم حاجه هو امانها، وبتستغرب سو لما بتلاقي لين وافقت على عزومه حبيبها السابق على الغدا، فبتسالها ازاي بتخرج معاه بعد ما انفصلوا، فلين بتقول لها ان علاقتهم كاصحاب لسه كويسه. في الوقت ده حبيب لين بيعدي عليها ولما بيشوف سو بيتعرف عليها وبيطلع ان هو نفسه هاو زميلها هي وشياو من المدرسه، فهاو بيصر انها تخرج معاه هي ولين، ولين مش بتسمح لسو انها ترفض وبتاخدها معاهم، ولما سو بتركب العربيه بتلاقي ان قاعد جنبها سانج وهما الاتنين بيبان عليهم انهم محروجين من بعض، وهاو لما بياخد باله بيتعمد انه يحرجهم اكتر ويفكرهم لما كانوا معجبين ببعض لما سو سابت سانج، وبيفضل يهزر ويقول لسانج ان اكيد سو ذوقها اتحسن دلوقتي وندمت انها ما كملتش معاه، ولما بيلاقيهم قلبوا وشهم هاو بيقول لهم بكل برود انه كان بيهزر وما كانش فاكر ان الموضوع هيفرق معاهم لانه بقاله سنين. ولما بيوصلوا على المكان اللي هيتغدوا فيه هاو بيعرف سو على اتنين تانيين من صحابهم اسمهم فاي وجو، وبيقعدوا كلهم سوا وبيتكلموا عن عيد ميلاد سانج اللي قرب وبيفكروا هيعملوا له ايه، فسانج بيقول لهم ان المفروض يسالوه اذا كان عايز اي خطط لعيد ميلاده قبل ما يقرروا من نفسهم، فهاو بيقول له انه لازم يشكرهم انهم بيعبروه. في الوقت ده سو بتستأذن منهم وبتروح على الحمام، وساعتها لين بتلحقها وبتنصحها انها ترجع تظبط علاقتها بسانج وتستغل فرصة ان القدر جمعهم من تاني لان وضعه بقى احسن كتير من زمان. ولما سو بتخرج من الحمام بتلاقي سانج في وشها، فسو مش بتبقى عارفة تقول له ايه، فبتقول لسانج انهم بقالهم وقت كبير ما تكلموش، فسانج بيقول لها ما تستعبطيش لانهم لسه شايفين بعض من يومين في احتفال راس السنة، وبيطلب منها ما تمثلش انه وحشها وكده، وبيعرفها انه راح يكلمها يومها لان اخته هي اللي اخدت بالها ان هي عماله تبص عليه، فسو بتقول له انها كانت بتبص عليه لان هدومه ما كانتش مظبوطه وكل زمايلها خدوا بالهم وكانوا بيضحكوا عليه، فسانج بيتعصب منها. ولما بيرجعوا لاصحابهم سو بتقول لهم انها لازم تمشي ضروري لان عندها شغل، فسانج بيلحقها وبيسالها لو كانت فاكره هاو ركن عربيته فين، ولما بتوديه للعربيه سانج بيسالها هتروح فين، ولما سو بتقول له سانج بيقول لها ان طريقها بعيد وهيكلفه وقت كبير وبيسيبها وبيمشي، ولكن طبعا بيرجع لها من تاني لما بيلاقيها واقفه مستنيه اي حاجه توصلها، فسو بتشكره وبتقول له انه ممكن ينزلها في اي
اي مكان قريب وبتساله عن عيد ميلاده، وبتفتكر لما كانوا في المدرسه زمان وكان سانج جاي له لعبه هديه بمناسبه عيد ميلاده، وساعتها سو حبتها جدا فسانج اداها لها، وسو ساعتها فرحت جدا وقالت له انه كده هتفضل فاكره عيد ميلاده دايما. وبعدها سو بتلاقي ان سانج مكمل في الطريق وفوت محطه المترو اللي قالت له ينزلها عندها، فسو بتساله هيروح على فين، وساعتها سانج بيقول لها انه هيوصلها لحد بيتها. وسو بتروح على سكنها القديم علشان تاخد قطتها وتبدا تجهز حاجتها علشان هتنقل، ولكن بتتفاجئ ان الشخص اللي بيحاول يعتدي عليها خرج من السجن ومستنيها هو واتنين صحابه كمان، وبيبقى هو وصاحبه عايزين ينتقموا من سو، ولكن سو بتاخد قطتها وبتطلع تجري منها وبتشوف سانج ولكن مش بتطلب مساعدته وبتكمل جري لوحدها. بس سانج طبعا بيتدخل وبيضرب البلطجيه اللي بيطاردوهم وبيهربوا منهم بالعافيه بالعربيه، وبعدها بيروحوا على القسم يبلغوا عنهم. وسو بتبقى خايفه على سانج بسبب اصابته فبتساله لو الاحسن يروحوا على مستشفى يعالجوا جروحه، ولكن سانج بيبقى متعصب منها جدا وبيقول لها انه مش فاهم هي ليه ما طلبتش مساعدته وراحت تكمل جري لوحدها. فسو بتقول له انها كانت خايفه عليه وما كانتش عايزه تورطه معاها، وبتصر انها تجيب له دواء من الصيدليه وتعالج جروحه بنفسها. ولما بيخلصوا سانج بيوصل سو على سكنها علشان تلم حاجتها، وبيقول لها انه مش هيسمح لها ترجع تاني للمكان ده، وبيسالها لو عندها مكان تاني تقعد فيه. فسو بتقول له انها كانت اصلا بتخطط تنقل لبيت تاني هتقعد فيه عند صاحبتها، فسانج بيساعدها تشيل حاجتها وبيوصلها لحد المكان اللي المفروض هتقعد فيه، وبيرجع لسكن سو القديم وبيضرب البلطجيه اللي هجموا على سو من تاني وبيعلمهم الادب. في الوقت ده سو بتروح لصاحبتها لين وبتقول لها انها مضطره تنقل بدري عندها، فلين بتقول لها انها ما عندهاش مشكله غير في القطه بتاعتها لانها عندها حساسيه من القطط، وبتطلب منها توديها لصاحبتها بكره وهي هتستحمل النهارده. ولما بتعرف ان سو كانت مع سانج بتحذرها تاخد بالها من سانج وبتقول لها ان اولاد الاغنياء مش مضمونين الايام دي علشان ما يعلقهاش بيه ويتخلى عنها. وتاني يوم شياو بتزور سو علشان سو تديها قطتها، وبيسمعوا لين وهي بتتخانق مع هاو وبتقول له انها عايزه تنفصل عنه وما تراجعتش في قرارها، وبتعرفه انها استغنت عنه تماما وكمان هتبيع الهدايا اللي جابها. فهاو بيكون مستغرب لانهم كانوا لسه بيتغدوا سوا، فلين بتقول له ان ده كان لقاء الوداع بتاعهم، ورغم ان هاو بيروح لها مخصوص علشان يقول لها انه لسه باقي على علاقتهم، بس لين مش بتتنازل وبتصر على رايها. وسانج بعدها بيبعت رساله لسو وبيقول لها انها نسيت مفاتيحها عنده في العربيه وهو عايز يرجعها لها. فسو بتروح تقابله وسانج بيقول لها انها لازم تبطل الحركات اللي بتعملها دي علشان تلاقي حجج تشوفه بيها. فسو بتقترح عليه انهم يروحوا ياكلوا سوا طالما قابلوا بعض، بس سانج بيقول لها انه عنده حساسيه من الاكل اللي هي اقترحته عليه. في الوقت ده بتجيله مكالمه وبتعرفه انه بيته بيتحرق، ولكن سانج ولا بيتهز ولا بيقلق حتى. ولما سو بتساله ازاي واقف بارد كده ومش بيعمل حاجه وبيته بيتحرق، سانج بيقول لها انه مش مطافي علشان يعمل حاجه. فسو بتطلب منه عنوان بيته علشان تروح تغطي اخبار الحريق. فبعدها بيروح سانج وسو عند بيته وفريق سو بيوصل لمكان الحريق وبيبداوا يغطوا اخبار الحريق وبيعملوا مقابلات مع الناس. وواحد من فريق سو بيعمل مقابله مع سانج بصفته واحد من المتضررين اللي خسروا بيتهم، فسانج بيقول له انه مش فارق معاه اللي حصل لان البيت ما كانش فيه حاجه قيمه بالنسبه له. في الوقت ده بترجع سو على بيتها وبتشوف لين اللي بتقول لها على الخبر ما كانتش سو عامله حسابه، وبتعرفها لين ان الحياه بقت صعبه عليها وشغلها ما بقاش يجيب فلوس، وعلشان كده ابن عمها شاف لها شغل تاني في مكان بعيد وهي بكده هتضطر تسيب الشقه. فسو بتقول لها انها ما تقدرش تتحمل تكلفه الايجار ده كله لوحدها، وبتعرفها انها ما عندهاش مكان تاني تروحه، وهي بكده بتحطها في موقف صعب جدا. فلين بتقول لها انها هتسيب لها فلوس التامين علشان يبقى ايجار شهر معاها، وكمان هتنقل ايجار الشقه باسمها وهي ممكن تشوف حد تاني ياجر الشقه معاها. وتاني يوم بتروح سو على شغلها وهي عماله تفكر هتتصرف ازاي في موضوع الشقه ده، ولما بترجع للبيت بتلاقي باب الشقه مفتوح فبتترعب وبتبلغ الشرطه بسرعه لانها بتفتكر ان في حرامي سرق الشقه، ولكنها بتتصدم لما بتلاقي سانج قدامها وبيطلع ان لين ادت له مفتاح الشقه علشان يسكن هو مع سو ويدفع معاه الايجار. ولما هما الاتنين بيفهموا ده بيعترضوا طبعا، وسانج بيتصل بصاحبه هاو اللي شار عليه بشقه لين، وسو بتتصل على لين علشان تفهم منها ازاي تعمل الفكره الغبيه دي من غير ما ترجع لها، ولكن هاو بيقول له انه عمل فيه جميله لان بكده ممكن يرجع حب زمان. اما بقى لين
فبتقول لسو ان سانج احسن حد ممكن يقعد معاها لانه راجل وهيساعدها في كل حاجه، وكمان ممكن يدفع اكتر منها، ومين عارف جايز بعدها ما تبقاش سنجل وهي كده استفادت من كل النواحي. وطبعا سو رافضه فكره ان راجل يعيش معاها، وبتقول للين ان طالما الفكره كويسه كده ما خلتش ابن عمها يعيش معاها ليه، وبكده يدفعوا الايجار سوا بدل ما جابتها هي. فلين بتقول لها انها ما كانتش تعرف ان لسانها طويل كده، وسو لما مش بتلاقي قدامها حل تاني بتضطر توافق ان سانج يعيش معاها، ولكن بتشترط عليه يدفع الجزء الاكبر من الايجار لانه هياخد الاوضه الكبيره، وكمان بتقول له انهم هيتقاسموا كل تكاليف البيت، واهم شرط يحترموا خصوصيه بعض وما يجيبوش حبايبهم للبيت. وسو بتستغل الفرصه وبتسال سانج اذا كان عنده حبيبه، فسانج بيقول لها انه ما عندوش حبيبه بس مش لازم يعني تفرح قوي لانه اصلا مش بيفكر في الموضوع ده دلوقتي خالص. فسو بتقول له انها مش مهتميه بيه اصلا، وبتقول له كمان ان كده خلاص هي قالت كل شروطها. فسانج بيوافق عليها كلها، وبيقول لها كمان انه هيضحي وهياخد الاوضه الاصغر وهيدفع نفس المبلغ اللي طلبته. فسو بتقول له مين العبيط اللي ممكن يدفع اكتر في اوضه اصغر؟ فسانج بيقول لها انه مش عبيط ومصر على رايه، فسو بتسيبه على راحته. في الوقت ده سانج بينقل حاجته على بيت سو، وكمان بيجيب بيت هديه لقطتها، وبيقول لها انه اشتراه بالغلط فما حبش يرجعه، وسو بتبقى مصره ترجع له الفلوس الزياده اللي دفعها في تكاليف البيت. وفي نفس الوقت ده بتصحى شياو وبتلاقي نفسها في بيت هاو، وبيبقوا هما الاتنين مصدومين ازاي ده حصل، وبيبقوا عايزين يعرفوا ازاي وصلوا للحاله دي. ولما بيفتكروا بيلاقوا ان شياو شافت هاو بالصدفه وهو سكران لانه زعلان على انفصاله مع لين، فقعدت تواسيه، ولانه ما كانش في وعيه روحته بنفسها. ومن بعدها وهما الاتنين مش فاكرين اي حاجه تانية، وبيحاولوا يقنعوا نفسهم ان ما حصلش حاجه بينهم. وفي الوقت ده بيفضل سو وسانج يتواصلوا مع بعض بس عن طريق الرسايل لحد ما بيتجمعوا مع بعض مره في الصاله، وساعتها سانج بيسمع سو وهي بتكلم شياو، وبيكون معاهم في المكالمه واحد تاني اسمه لانج، ولانج بيكون صاحبهم من المدرسه برضه. وشياو لانها مش بتكون عرفت ان سانج بقى زميل سو في السكن بتعرض على سو فكره ان لانج يأجر الشقه معاها لانه لسه راجع من بره. ولما سانج بيسمع اسم لانج وشه بيقلب وبيغير على سو، ولكن مش بيحاول يبين، وبيقول لسن محتاجها علشان يسوق اكتر للمطعم بتاعه لان الفتره دي زباينه قالوا ولو ساعدته هيقلل عنها فلوس الايجار بنسبه 1%. فسو بتقول له انه كريم جدا، وبتروح بعدها على شغلها وبتقعد تشتغل مع زميل ليها. ولما بالغلط ايده بتلمس ايد سو بتخاف جدا وبتزعق له، ولما بتستوعب انه ما عملش حاجه اصلا بتعتذر له وبتمشي بسرعه. وبتفتكر في شغلها القديم لما مديرها كان بيحاول يقرب منها غصب عنها، وعلى طول كان بيبعت لها رسايل وبيضايقها، ولما جابت اخرها منه وفضحته محدش صدقها، وكمان مراته ضربتها وبهدلتها واضطرت تسيب شغلها. وطبعا ده خلاها بعد كده بتخاف من ابسط المواقف اللي بيحاول فيها اي حد يقرب منها ولو من غير ما يقصد. فبترجع سو على البيت بعدها، فسانج بيقول لها انها اتاخرت وبيعرفها ان من هنا ورايح مفيش رجوع من بعد الساعه 10، وبيتحجج بان مواعيدهم لازم تبقى واحده علشان ما يزعجوش بعض. ولكن طبعا هو بيكون عامل كده لانه بيخاف عليها. وسو بتتفاجئ ان عنده ضيف، ولما سو بتساله مين الضيف ده سانج بيقول لها ان ده ديوان صاحبه. وهنا بقى سو بتفتكر لما عرفت من لين ان سانج ما صاحبش خالص طول فتره الجامعه وما كانش عنده صحاب غير شاب حلو كده اسمه دوان. فسو بتبدا تقلق شويه. وتاني يوم شياو ولانج بيروحوا علشان يشوفوا سو اللي بتكون خارجه مع سانج من البيت، وبيكون هاو بالصدفه هو كمان رايح لسانج، فبيتقابلوا كلهم. ولما هاو بيتعرف على لانج سانج بيعرض عليهم يخرجوا كلهم سوا، طبعا علشان سانج يشوف ايه نيه لانج تجاه سو، لاننا بنكتشف انه ايام المدرسه كان في مثلث حب مشهور بين سانج ولانج وسو، لدرجه ان طلعت اشاعات على سو انها ضحكت على سانج وارتبطت بيه وبعدها سابته علشان لانج. وسانج ما استحملش ان حد يجيب سيره سو فضرب زميلهم اللي طلع كلام على سو وخلاه يعتذر منها قدام الفصل كله، وبيقول ان كل اللي قاله كان كده. ولما هاو بيفكرهم بكل ده سانج بيقول له ان كل ده كان اشاعات مش اكتر علشان يبطل يفتح مواضيع ملهاش لازمه كعادته. وبيروحوا بعدها كلهم على مكان علشان يسهروا فيه، ولانج بيبقى مهتم شويه بسو، ولما سانج بيلاحظ ده بيتضايق جدا وهاو بياخد باله. وبيقرروا بعدين انهم يلعبوا لعبه صراحه وتحدي، واول حد بيقع في اللعبه بيبقى هاو. ولما بيسالوه يختار صراحه ولا تحدي هاو بيختار تحدي، فشياو بتتحداه يبوس حد من الموجودين، فهاو بيبوس سانج وبيقول انهم مش اول مره يلعبوا اللعبه دي فاكيد محدش هيقدر يخسره، وبيعرفهم انهم كانوا دايما هو وسانج وكمان ديوان بيلعبوها. فشياو بتقول انها فاكره ديوان لانها كانت معاه هي وسانج في نفس الجامعه، وبتعرف سو ان سانج وديوان كانوا اشطر اتنين في قسمهم
والكل يعرفهم. وبعدها بيجي الدور على سو علشان تختار، فبتختار صراحة، فبيطلبوا منها تقول على ميزة واحدة في كل واحد من الولاد الموجودين. فسو بتقول ان ميزة هاو انه غني، اما لانج فشاطر ومؤدب ولطيف وذكي. فسانج بيفكرها انهم طلبوا ميزة واحدة بس. ولما بيجي الدور على سانج، سو بتقول ان ميزته انه هادي وبارد وواثق من نفسه جدا. وبعدها بيجي الدور على لانج اللي بيطلبوا منه يقول على اكتر حاجة ندم عليها. فلانج بيقول انه ندم على دراسته بره زي ما اهله كانوا عايزين، لانه كان عايز يفضل في بلده ويدخل الجامعة مع شخص مهم عنده كان اتفق معاه على كده. وساعتها سانج بيفتكر لما سو قالت له زمان انها هتغير جامعتها ومش هتدخل جامعته، وبتعرفه انها عملت كده علشان في شخص تاني عايزة تدخل معاه الجامعة. فطبعا سانج بيفتكر ان سو سابته علشان لانج وبيزعل قوي. ولما بيخلصوا سهرتهم، هاو بيقول لسانج انه حاسس انه لسه بيحب سو، وبيقول له انه عنده فرصة انه يكسبها من تاني من بعد ما بقوا عايشين سوا. ولكن سانج بيطلب منه يسيبه في حاله لانه مش ناقصه. وبيرجع بعدها على بيته وهو بيفتكر يوم ما قابل سو لاخر مرة، وده كان بعد ما خلصوا مدرسة ونتيجتهم طلعت وهو عرف درجته والجامعة اللي يقدر يدخلها. وسو كانت جايبة درجة اعلى منه فتقدر تدخل جامعته زي ما كانوا متفقين. ولكن سو وقتها صدمته انها هتدخل جامعة تانية علشان شخص تاني، وكمان بتقول له انها بتكرهه وزهقت منه ومن ملاحقته ليها في كل مكان. وقالت له كمان انها عايزة تروح مكان ما تشوفش فيها وشه تاني لانه بالنسبة لها كان مجرد بديل مش اكتر. وسانج ساعتها قلبه اتكسر وزعل قوي ورجع على بيته وهو بيعيط ومش فرحان بنجاحه ولا بفرحة اهله بيه. وفي نفس الوقت ده بتكون سو مع لانج في العربية، ولانج بيسألها هي ليه متغيرة وما بقتش زي زمان، وليه حاسس انها طول الوقت زعلانة ولوحدها. وبيسألها ليه غيرت رأيها على اخر لحظة بخصوص الجامعة وما دخلتش جامعة سانج مع انها كانت عايزة ده. ولكن سو مش بتجاوبه. فلانج بيطلب منها انها تصارحه لو بتمر باي مشاكل وهو هيساعدها. ولكن سو بتقول له انها كويسة وبتشكره انه وصلها وبترجع على بيتها. وسانج بعدها بيسيب البيت فترة وبيروح يقعد في اوتيل لانه مش بيكون قادر ينسى الماضي ولا الجرح اللي سببته له سو، لحد ما بيقرر يرجع فجأة على البيت. ولما سو بتسأله هو ايه اللي جابه فجأة، سانج بيقول لها انه دافع فلوس زيها زيه في البيت، وبيفضل بعدها في اوضته وبيتجاهل سو تماما. في الوقت ده سو بتفتكر ذكرياتها زمان مع سانج لما كانوا سوا مرة في المدرسة، وجالها اتصال من مامتها بتبلغها فيه انها لازم تروح على المستشفى بسرعة. فسو سابت كل حاجة وجرت على المستشفى لان باباها كان تعبان جدا. وسانج فضل جنبها وما سابهاش لوحدها ابدا طول الفترة دي. وتاني يوم سو بتروح على شغلها ومديرتهم بتبقى محتاجة حد منهم يتطوع انه يشتغل في يوم العيد. وطبعا محدش بيبقى عاوز يتطوع لانهم كلهم عايزين يقضوا وقت مع عائلتهم. ولكن سو لانها وحيدة وغلبانة بتتطوع مكانهم، وبتقول لمديرتها انها هتقوم بالشغل كله اليوم ده. وفي نفس الوقت ده بتروح شياو تقابل هاو اللي بيطلب منها تمثل انها حبيبته، وبيعرفها ان عنده مشكلة عائلية مش هتتحل غير لو عرف عيلته على حبيبته اللي على طول بيتكلم عنها. وطبعا لانه انفصل عن لين فهو محتاج واحدة غيرها تكون مكانها. ولكن شياو بترفض وبتقول له انها مستحيل تكون حبيبته ولو حتى كان ده تمثيل. وبعدها بيجي يوم العيد وسو بعد ما بتخلص شغلها كله بترجع على بيتها وبتبقى قاعدة لوحدها وزعلانة وبتكلم شياو، فبتزعل اكتر لما بتسمع صوت دوشة عيلتها جنبها وهي مفتقدة كل ده. ولكن سو بتتفاجئ ان سانج رجع على البيت رغم انه قال لها انه هيقضي العيد مع عيلته. وسانج بيكون رجع علشان سو ما تبقاش لوحدها وبيطبخ لها كمان بنفسه علشان تحس بجو العيلة بتاع زمان. فسو بتفرح قوي وبيعجبها الاكل جدا وبتخلصه كله. وسانج بيقول لها انه هيطبخ لها تاني بكرة طالما الاكل عجبها كده. وبيقعدوا بعدها سوا يتفرجوا على التلفزيون ومامة سو بتتصل بيها علشان تهنيها بالعيد. فسو بترجع تزعل لما بتشوف مامتها قاعده وسط عيلتها الجديده وسايباها لوحدها. فبتقفل المكالمه معاها وبتسال سانج ليه ما كملش العيد مع عيلته. فسانج بيقول لها ان باباه ومامته اصلا مش مهتمين بيه ولا فارق معاهم هيقضي العيد فين. في الوقت ده لما بيشوف سو قد ايه هي زعلانه من بعد ما كلمت مامتها بيفتكر يوم موت باباها. وساعتها بنعرف ان بابا سو مات بسبب مرضه، وبعد موته الناس بدات تلعب في دماغ مامتها علشان تشوف حياتها من تاني. فمامة سو قررت تتجوز، وجوزها الجديد كان عنده بنت اصغر من سو ومش بيطيقها. وكمان وضع سو ومامتها قبل جوازها كان صعب جدا لدرجة ان سو اضطرت تستلف مبلغ بسيط جدا من سانج. وسانج كان قلقان عليها جدا لان نفسية سو كانت وحشة جدا وعلى طول زعلانة وسرحانة. وتاني يوم شياو ولانج بيروحوا يزوروا سو وبيقرروا انهم يخرجوا سو. ولما بيحسوا ان سو خايفة من سانج لانها هتخرج معاهم بيقعدوا يرخموا
عليها. فسو بتقول لهم مين سانج ده يعني علشان نعمل له حساب، وبتطلب منهم ياخدوها لأبعد مكان يخرجوا فيه ويقضوا يومهم كله سوا. وشياو بعدها بتسيب لانج وسو لوحدهم لان هاو بيطلب يشوفها، فلانج بيعرض على سو انهم يخرجوا يتعشوا سوا، ولكن سو بتفتكر ان سانج كان هيحضر لها الغدا في البيت، ده غير انه كان محذرها ما تتاخرش في الرجوع. فسو بتخاف وبتسيب لانج وبترجع جري على البيت وبتعتذر من سانج لانها ما قدرتش تاكل الاكل اللي حضره لها، وبتقول له انها خرجت مع اصحابها. ولما بيعرف ان لانج كان معاهم بيتضايق قوي، وبيعرف سو ان هو كمان هيجيب صاحبه للبيت علشان يبقوا متعادلين. فسو بتخاف انه يطلع عنده حبيبه وعاوز يجيبها البيت، وبترجع تفتكر ذكرياتها مع سانج. والمره دي بنعرف ان سانج كان بيتخانق كتير بسببها في المدرسه علشان يعني الكلام اللي كانوا بيطلعوه عليهم، فبدا يبقى في شكاوي كتير على سانج، والمدرسين بقوا بيحذروهم من تصرفاتهم وبيقولوا لهم انهم لسه صغيرين على الحب. فسو ساعتها قالت لهم ان مفيش حاجه بينها وبين سانج، وسانج اكد كلامها وقال ان مشاعره من طرف واحد بس، وسو ملهاش ذنب في اي حاجه. ومامة سو وجوزها هزقوها كتير بسبب الموضوع ده، وكمان مامة سانج كانت عايزاه يبعد تماما عن سو. ومامة سو وقتها عرفتها انهم هينقلوا المكان تاني، فلازم تقطع علاقتها تماما بسانج قبل ما يمشوا. وتاني يوم الصبح سو بتروح على شغلها عادي، وبتلاقي سانج بعت لها رساله انه محتاج مساعدتها علشان تختار بيتزا وكمان تشتريها. فسو بتتضايق انه ممكن يكون عايز البيتزا علشان حبيبته اللي عازمها عندهم في البيت، فبتروح تشتري الاكل وبتطلع على البيت وبتتفاجئ ان سانج جايب بنت فعلا، ولكن البنت دي بتبقى تشي اخته، واللي بتكون فاكره ان سو تبقى حبيبه اخوها. فعلى طول سانج بيقول لها انهم زملاء في السكن مش اكتر، بس تشي بتقول لسو انها عارفاها من ايام ما كان اخوها في المدرسه. فسو بتقول لها ان هي كمان فاكراها وبتفكرها لما كانت تايهه في مره وهي ساعدتها، بس تشي بتقول لها انها ما كانتش تايهه ولا حاجه، ولكن سانج هو اللي طلب منها تمثل انها تايهه علشان تطلب مساعدتها وتوصلها له وتبقى حجه لسانج علشان يخرج معاها. وطبعا سانج لما بيتفضح انه كان كذاب بيبقى في نص هدومه وبيهز اخته على لسانها الطويل اللي محتاج يتقص. وسو وتشي بيقعدوا يتكلموا بعدها عن الجامعات، فتشي بتسال سو عن تخصصها والجامعه اللي كانت فيها، ولما سو بتجاوبها تشي بتستغرب وبتسالها ليه ما دخلتش جامعه اخوها مع انها الاقوى في المجال بتاعها. وسو ساعتها وسانج بيبصوا لبعض وهم زعلانين لان الكلام جه على الجرح، وسانج بيسال سو من تاني هي ليه فعلا غيرت الجامعه، بس سو بتكذب علشان تقفل الموضوع وبتقول انها غلطت في الورق. فبتسالها تشي بينهم وبين بعض لو كانت ارتبطت فعلا باخوها زمان، ولكن سانج بيسمعها وعلى طول بيمشيها لان كلامها كتير قوي. وفي الطريق بقى وهو بيوصل تشي بتقول له ان البنات اللي زي سو بيحبوا الولاد اللطيفه، وطبعا هو ببروده وتناكته دي مستحيل يكسب قلب سو لو يعني كان مهتم يكسب قلبها. وتاني يوم سو بتروح على شغلها وبتتفاجئ برساله من مامتها انها عايزه تشوفها، وبتطلب منها تجيلها على بيتها لانها وحشتها وعايزه تشوفها. فسو بتروح تزورها وبتسالها ليه البيت فاضي وجوزها وبنته راحوا فين، فمامتها بتقول لها انهم سافروا لقرايبهم، ولكن سو بتفهم انها بعدتهم عن البيت علشان تقدر تستقبلها عندها. فبتتضايق قوي لما بتعرف ان عندها اخ صغير عنده 5 سنين، ولما بتسال مامتها ازاي ما قالتلهاش حاجه زي دي مامتها بتقول لها اي كلام. فسو بتزعل اكتر وبتلاقي اخوها الصغير بيقول لها ان مامته عمرها ما حكت له عنها. فسو بتقول له ان امهم هي كمان ولا جابت سيره قدامها قبل كده. وسو بتتضايق اكتر لما بتقابل خالتها في بيت مامتها، وخالتها بتعرفها ان ابنها هيتجوز قريب وهم صرفوا عليها كتير، فواجب عليها يعني تساعده في الفلوس لانها بنت واكيد مصاريفها قليله. فسو بتجيب اخرها منهم كلهم وبتقول لهم انها مش عايزه تشوف ولا واحد فيهم تاني، وبتقول لمامتها ان بالنسبه لها هي اللي ماتت مش باباها. وبترجع بعدها على البيت وهي زعلانه جدا، وبتلاقي سانج مستنيها وبتفتكر زمان من تاني لما مامتها قطعت عنها دروس الباليه علشان يوفروا الفلوس، وساعتها سئلت لها انها ممكن تتدرب في اي مكان علشان ما تبطلش رقص، لكن مامتها رفضت. فهي فضلت تعيط ومفيش غير سانج اللي اهتم بيها ووداها على مكان تقدر تتدرب فيه براحتها، وكمان خرجها علشان تغير جو. وبعدها سو بتدخل اوضتها علشان ترتاح، ولكن لما بتنام بتجيلها احلام غريبه وبتشوف خالتها وهي بتكتفها بمساعده ناس تانية، وبتقول لها ان مامتها بعتها ليهم. فسو هربت منهم وفضلت تجري لحد ما دخلت جوه اوضه ضلمه، ولكن فجاه شافت حاجه طمنتها. وسو بعدها بتصحى وبتخرج بره اوضتها، ولما بتشوف سانج قدامها بتحضنه من غير اي مقدمات، وبعدها بتسيبه وبتمشي ولا كانها واعيه لحاجه. فسانج بيتفاجئ جدا من تصرفاتها، وبيتفاجئ اكتر لما بيصحى تاني يوم وبيلاقيها بتتصرف عادي ولا كانها عملت حاجه. فبيطلب منها توضح له ايه اللي عملته امبارح، ولكن سو مش بتفهم هو قصده على ايه، وبتقول له انها كانت مرهقه من الشغل بس. فسانج بيقول لها ان المهم
المهم انها ما تكررش اللي عملته تاني. وبتروح بعدها سو على شغلها وبتحكي لزميلتها عن الحلم الغريب اللي شافته امبارح، وبتعرفها انها بعد ما دخلت الاوضه الضلمه شافت شمس كبيره منوره، فهي راحت ناحيتها وحضنتها. والمفاجاه بقى ان الشمس دي تبقى سانج، وبيطلع ان سو بتمشي اساسا وهي نايمه، ولما حضنت سانج كانت فاكره انها في حلم. وفي نفس الوقت ده شياو بتكون قاعده مع لانج وبتساله ليه اداها الاسوره اللي سابها لها ايام المدرسه، لان شياو بتكون معجبه بلانج وبيكون عندها امل ان لانج اداها الاسوره علشان معجب بيها هو كمان. ولكن لانج بيصدمها انه كان قصده يدي الاسوره اصلا لسو لانه بيحبها هي. فشياو بتزعل جدا، ولما بتروح لهم سو وبتعرف ده بتحاول تلحق شياو قبل ما تمشي، وبتعتذر من لانج لانها مش بتحبه ومستحيل يبقى في بينهم اي حاجه. وبتروح بعدها تتكلم مع شياو وتعرفها ده، فشياو بتقول لها انها مش عايزاها تتنازل عن لانج بسببها، فسو بتقول لها ان ده مش بسببها ولكن هي مش بتحب لانج اصلا. وبتسالها لو كانت مكانها كانت ممكن تخسرها علشان لانج، فشياو بتقول لها انها مستحيل تخسر صاحبتها علشان راجل. وبيخرجوا مع بعض هما الاتنين وبيشتروا اساور جديده ليهم، وبيقولوا لبعض انهم مش هيسمحوا لاي راجل يبوظ حياتهم. وشياو بتقول لسو بعدها ان سانج بيحبها والكل عارف من زمان انه بيحبها وما قدرش ينساها، وبتسالها لو ممكن تدي فرصه لعلاقتهم، خصوصا يعني انهم اصلا عايشين سوا. فسو بتعرفها ان سانج هيمشي قريب لانه اتفق معاها انه هيقعد 3 شهور بس. فشياو بتسالها لو كان ممكن تدي فرصه لعلاقتهم لو سانج فضل عايش معاها، فسو بتقول لها انها اتعلمت انها ما تعلقش نفسها بحاجه مش هتكمل معاها لانها عارفه النهايه بتكون عامله ازاي. وبتفتكر بعدها لما راحت هي وسانج زمان مره على السينما، وقتها سانج سابها تختار الفيلم اللي هي عايزاه، ولكن سو اختارت فيلم رعب. والمشكله ان سانج بيترعب من افلام الرعب، ورغم ده حاول ما يبينش قدامها ده على قد ما يقدر يعني. في الوقت ده سو بتبقى في طريقها للشغل، بس فجاه بيقف قدامها حرامي وبيجي شخص غريب شكله زي المتسولين وبينقذها، ولكن بيطلع ان الشخص ده مش متسول ولا حاجه ولكن ممثل، وكان بيحاول يتقمص الدور بتاعه عن طريق انه يعيشه في الحقيقه ويشوف هيحس بايه وهيعرف يمثله ازاي. والممثل ده بيكون اسمه مو، وبعد ما بينقذ سو من الحرامي بيروحوا سوا على اسم الشرطه علشان يبلغوا، وهناك الكل بيكون معجب بشجاعته وازاي وقف قدام مجرم علشان ينقذ بنت ما يعرفهاش. ومو بيحس انه يعرف سو من قبل كده فبيسالها لو كانت قابله، ولكن سو بتقول له انهم ما اتقابلوش، فمو بيسيبها وبيمشي. وبعدها سو بتروح على شغلها وبتسالها صاحبتها اذا كان عندها مكان فاضي في الشقه، وبتقول لها ان تيان زميلتهم في الشغل كانت بتدور على سكن هي كمان فممكن تبقى زميلتها. فسو بتقول لها انها هتشوف وترد عليها. وبتروح بعدها سو وبتقابل سانج اللي بيكون طلب منها تساعده يشتروا طلبات للبيت، وسو بتساله عن شقته واذا كان خلص تجديدها بعد الحريق ولا لا. ولما سانج بيسالها هي ليه عايزه تعرف، سو بتقول له ان في زميله ليها عايزه تيجي تسكن معاها فهي عايزه الشقه تفضى في اقرب وقت. فسانج بيوعدها انه هيحل الموضوع ده قريب، وبعدها بيرجعوا سوا على البيت وبيقرروا انهم يتفرجوا على فيلم مع بعض. وطبعا المره دي برضه سو بتختار فيلم رعب، وسانج كالعاده بيحاول يمثل انه جامد ومش خايف، ولكن لما سو بتقفل النور علشان تعمل جو للفيلم وكده سانج بيترعب اكتر. ولما سو بتلاحظ ده سانج بيقول لها ان ده مجرد فيلم ومستحيل انه يخاف منه لان هو مش عيل صغير. فسو بتسيبه لوحده وبتقرر تدخل اوضتها، وساعتها سانج بيترجاها تقعد تكمل الفيلم معاه. فسو بتقعد تتفرج معاه وهي ميتة ضحك عليه. وتاني يوم بقى بتروح سو مع شياو علشان يقابلوا عيلة هاو اللي بتكون شاو وافقت تتعرف عليهم على اساس ان هي حبيبة هاو، ولكن جدة هاو كشفت لعبتهم وبرغم ده حبت تشاو جدا وطلبت منها انها ترجع تقابلها. فالمرة دي شياو اخدت معاها سو علشان يقضوا وقت مع جد وجدة هاو، وهناك شياو بتعرف ان جد هاو عنده فقدان ذاكرة واوقات كده بيفتكرهم واوقات لا. بس المشكلة بقى ان جد هاو وقع في حب ست تانية، ورغم ان جدة هاو بتعرف ده الا انها بتفكر في سعادة جوزها وسعادتها هي كمان، وبتطلب من تشاو تشوف لو الست اللي بيحبها جوزها كويسة وممكن يثقوا فيها ولا لا. لكن شياو بتستغرب من تصرفات جدة هاو وبتقول لها ان مفيش داعي انها تكون انانية ولا تتمسك بحد مشاعرها خلصت تجاهها. فبتروح بعدها شياو مع سو وبيقابلوا هاو وبيتعشوا سوا، وهاو بيشكرهم لانهم قعدوا مع عيلته. في الوقت ده بيدخل سانج اللي بيكون قرر بعد الحاح طويل من هاو انه يخرج معاهم، وبيكون سانج راح لهم بعد ما عمل مقابلة شغل مع شركة تكنولوجيا علشان يشتغل معاهم كمصمم ومبرمج للالعاب لان ده اصلا كان تخصصه. ولكن سانج مش بيعرف اذا كان ادى بشكل كويس في المقابلة ولا لا، فبيخرج منها وهو قلقان. ولما بيشوف سو بيفتكر زمان بعد ما سو انتقلت من بيتها وكان ساعتها بيروح لها في نهاية كل اسبوع علشان يشوفها
يشوفها وبيسافر مخصوص علشانها. وسو كانت قلقانة من ان ده يأثر على دراسته، ولكن سانج بيطمنها انه شاطر جدا وعلى طول بيطلع الاول مع مرتبة الشرف كمان. فسو بتفرح قوي باللي بيعمله سانج علشانها، وبتفرح اكتر لما بتلاقيه سايب لها رسالة بيقول لها فيها انه لما يكبر هيفتكر كل ذكرياتها معاها وهو مبسوط، وبيتمنى ان هي كمان لما تفتكر ذكرياتهم سوا لما تكبر تبقى مبسوطة هي كمان. وبعدها بترجع سو على شغلها وبتتفاجئ ان خالتها بتروح لها مخصوص على شغلها علشان تتكلم معاها وتقنعها انها تصالح مامتها وتنسى الكلام اللي قالته ساعة ما اتخانقت معاهم. وبتقول لها كمان ان عندها عريس ليها وبتكون عايزة توريها صورته علشان تشوف لو هيعجبها، ولكن سو بتتعصب عليها جدا وبتطلب منها تبعد عنها. فخالتها بتتخانق معاها، فبيروح فو زميل سو وبيخلصها من ايد خالتها وبيبعدها عنها. وبعد ما سو بتهدى شوية بترجع على بيتها، وسانج بيتفاجئ انها بترجع تمشي من جنبه وهو عمال يكلمها وهي مش سامعاه ولا كأنها معاه اصلا، وكمان عمالة تتحرك زي الاشباح في الصالة لحد ما بتروح على اوضتها وتنام. وتاني يوم بقى لما بتصحى بتلاقي نفسها لسه لابسة هدومها ومش فاكرة هي وصلت البيت امتى. فبتسأل سانج اللي بيستغرب اكتر لما بيلاقيها هي نفسها مش فاكرة هي رجعت البيت امتى. وبعدها بتخرج سمعة شياو وبتحكي لها عن ايامها الصعبة اللي عاشتها مع مامتها وخالتها بعد موت باباها، وبتقول لها ان من بعد ما حصلت مشكلة في المدرسة بسببها هي بسبب الخناقات اللي كان سانج بيعملها، مامتها وخالتها كانوا متضايقين منها جدا، وخالتها فضلت تهينها كتير وقالت عليها كلام مش حلو. وفي مرة بعدها وهم قاعدين يتغدوا حرمتها من انها تاكل معاهم لانها ما تستاهلش الاكل ده. ومن ساعتها والموضوع فارق في نفسية سو جدا لانها حسستها انها ما تستاهلش حاجات كتير، وخلاها دايما تفكر في الحاجات اللي كان نفسها تحققها او تمتلكها ولكن ما قدرتش. فبترجع شاو تسألها عن علاقتها بسانج وبتقول لها انها مش فاهمة هم ليه ما يرجعوش علاقتهم طالما هما الاتنين لسه عندهم مشاعر ناحية بعض. وبتقول لها ما تحاولش تكدبها وتقول ان سانج مش بيحبها لانه برغم ان مش معاه فلوس الا انه قاعد في السكن وبيدفع الايجار معاها بس علشانها. فسو بتقول لها انها مش عارفة هو ليه لسه بيعمل معاها ده رغم انها جرحته كتير زمان. وبتقول لها ان شخصيتها بقت صعبة شوية بعد موت باباها ومزاجها كان على طول بيتغير، وفي اوقات كانت بتيجي على سانج وبتجرحه بكلامها، وبرغم ده هو فضل طول الوقت جنبها وبيهتم بيها. فشياو بتقول لها انها لازم تعتذر من سانج وتشرح له وضعها واللي كانت بتمر بيه علشان يسامحها حتى لو مش هيحصل حاجة ما بينهم لان ده من حقه. فسو بترجع على البيت وهي بتفكر في كلامها، ولما بيشوفها سانج بيسألها عن الحالات الغريبة اللي بتحصل لها الفترة اللي فاتت. فسو بتقول له انها اكتشفت انها بتمشي وهي نايمة وبتعرفه ان الموضوع ده بدأ معاها من فترة قريبة بس. فسانج بيقلق عليها جدا لدرجة انه بيقعد يعمل سيرش عن الاعراض بتاعت الحالة بتاعتها وبيفضل يتابعها كل يوم لما بتنام علشان ياخد باله منها لما تبدأ تمشي وهي نايمة ويحميها من انها تأذي نفسها بالغلط او تخبط في حاجة. ولكن في مرة سو وهي بتمشي وهي نايمة بترجع تقرب منه تاني، والهنا بينتهي الجزء الاول من مسلسلنا. اكتبوا لنا في التعليقات متوقعين إيه اللي يحصل، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. سلام عليكم.